تعرف الساحة الفنية والرياضية المغربية فضائح متتالية على الصعيد الأوروبي، حيث فجرت الصحافة الفرنسية مساء اليوم خبر صادم بخصوص توقيف نجم باريس سان جيرمان والدولي المغربي أشرف حكيمي في قضية اغتصاب شابة فرنسية. وحسب ما نشرته وسائل إعلام فرنسية، فإن توقيف اللاعب حكيمي جاء بعد شكوى تقدمت بها فتاة فرنسية اتهمت فيها النجم المغربي باغتصابها. وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 25 فبراير الجاري، بعد محادثات نصية بين حكيمي والفتاة قبل التحاقها بمنزله في ذات الليلة. وأكدت صحيفة لوبيريزيان على أن المحققين يعملون على كشف ملابسات القضية، وذلك ابتداء بالاستماع إلى أقوال المشتكية وكذلك اللاعب. تجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة ضد النجم المغربي تأتي في أقل من 48 ساعة بعد صدور حكم قضائي يدين الفنان المغربي سعد المجرد ب6 سنوات بنفس التهمة.